ما تعدي معايا كده. لو عندك حبوب تحت الجلد او اثار بنيه او بقع وتصبغات او خطوط رفيعه، يمكن عمرك ما هتتخيلي ان كل المشاكل دي ممكن يعالجها كريم واحد. لا وكمان ثمنه اقل من ثمن اكله من بره. الايزوريميدرم بقى ترند، وفي ناس كتير بتقول ان بشرتهم اتغيرت بسببه، وناس تانية بتقول ان بشرتهم اتدمرت تماما بسببه. قربوا كده. السر في طريقه الاستخدام، لان هو اصلا سلاح ذو حدين، ممكن يديكي نتيجه رهيبه او يبوظ لك بشرتك ويدمرها لو استخدمتيه غلط. بس الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لنا. طب ليه كريم زي ده ممكن يحل المشاكل دي كلها؟ السر في مادتين، الاريثرومايسين والايزوتريتينول. الاريثرومايسين هو مضاد حيوي قوي بيقتل البكتيريا اللي بتسيطر على الجلد كله. اما بقى الايزوتريتينول فده من مشتقات الريتينول، ده بيقشر الجلد بعمق جدا، يعني كده كانه بينحت في طبقات الجلد. عشان كده بقولك ان هو بيعالج الحبوب اللي تحت الجلد، لانه بيقشر الجلد، لا وكمان بيمنع البكتيريا انها تزود الالتهابات، وكمان بيعالج الاثار البنيه والتصبغات والبقع، وكمان الخطوط الرفيعه، عشان هو بيقشر الجلد بعمق. يعني من الاخر منتج مكلف في تاثيره بس مش في سعره. بس بقى لو استخدمتيه غلط المشاكل هتبدا على طول. بصي بقى، هينشف لك بشرتك جدا وهيطلع لك قشور كتير، وده معناه ان حاجز البشره اتدمر، او ممكن يعملك التهابات عشان انت حطيتيه وتعرضتي للشمس من غير صن سكرين. انك ببساطه استسلمتي بسرعه فما ادتيش اي نتيجه، لانك علشان تاخدي تاثير منه لازم على الاقل تستني 3 شهور عشان يبدا يشتغل. عشان كده بقى ركزي معايا كويس جدا، هقولك ازاي تستخدميه بالظبط عشان ما يعملكيش اي مشاكل في بشرتك. اول حاجه خالص هتغسلي ايدك بالصابونه كويس جدا، وبعدين هتبداي تغسلي بشرتك بغسول ما يكونش فيه اي احماض مقشره او اي خزعبلات، وبعدين هتنشفي بشرتك كويس جدا من الميه ما يكونش فيها ولا نقطه ميه. ممكن بقى تستني نص ساعه قبل ما تحطيه بحيث ان بشرتك تنشف كده خالص، او ممكن تحطيه بعديه على طول، بس تتاكدي كويس جدا ان ما فيهاش ولا نقطه ميه. بصي بقى، هتستخدميه لمده 3 شهور كل 3 ليالي، وهتاخدي نص عقله الصباع دي للوش كله. ولما ال3 شهور دول يخلصوا هتستخدميه ليلة وليلة لا لمدة 3 أسابيع. ولما ال3 أسابيع دول يخلصوا هتستخدميه كل ليلة لمدة 3 أسابيع كمان، وهتزودي الكمية لتلت عقلة الصباع. وبعد بقى ما ال3 أسابيع دول يخلصوا هتزودي الكمية لعقلة صباع كاملة كل يوم عادي. هيبدأ يديكي نتيجة فعلا ويحللك المشاكل دي بعد أول 3 شهور، بس بشرط لازم تستمري عليه زي ما قلتلك بالظبط. واياكي تستخدمي ساليسيليك اسيد او اي حمض مقشر او نياسيناميد او حتى فيتامين سي هو بس المرطب معاه. لا ده انت كمان هتستخدمي المرطب بعديه ب10 دقايق عشان تتاكد ان هو اتشرب خالص. وهتجيبي مرطب يكون فيه هيالورونيك اسيد وسيرامايدز وبيبتايدز وحاجات كده تقوي حاجز البشره. طب لو عملك حرقان والتهابات هتجري تغسليه بميه من الحنفيه، وهتحسبي حطيتيه قد ايه على بشرتك وبشرتك استحملته. عشان بقى المره الجايه هتزودي على المده دي كام دقيقه كمان عشان بشرتك تبدا تتعود عليه وتنامي بيه عادي. عايزه تستخدميه مره في اليوم بالليل تمام، عايزه تستخدميه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل تمام برضو، بس ما تتعرضيش للشمس خالص. طب مين اللي ما ينفعش تستخدمه؟ اياكي تستخدميه لو انت حامل او مرضعه او بشرتك حساسه جدا، عشان لازم تتابعي مع متخصص، او انت بتتعرضي للشمس كتير جدا وكمان ما بتحطيش سان سكرين، او انت ما عندكيش اي صبر لان المنتج ده محتاج طولة بال. انا بقى شايفاه كتركيبه قوي جدا، بس عايز له انتباه وصبر شويه عشان لو استخدمتيه صح هيبهرك حرفيا. فلو ناويه تستخدميه ارجعي للفيديو ده خطوه خطوه علشان ما تعمليش اي غلطه تبوظ تعبك وتدمر بشرتك. لو عندك بقى اي سؤال اكتبيهولي في الكومنتس وهرد عليكي على طول. وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي.